فترى أمورا يندى لها الجبين قد تعلق بها أولادنا، بل ترى تلك الشبكات العنكبوتية التي تستغل الأولاد استغلالا جنسيا كفعل قوم لوط وغيرها من تلك الأفعال المشينة، ومن نشر تلك المقاطع الرذيلة لأولئك الأولاد. فقد اصطادوا في أحيائنا كثيرا من الأولاد وفعل بهم كفعل قوم لوط. فما أن ترى ولدا قد ضاع بين عار الفضيحة والرذيلة إلا وتتألم بذلك. كل ذلك بسبب الإهمال، كل ذلك بسبب الضياع، كل ذلك بسبب التفريط، كل ذلك أيها الناس بسبب أننا أهملنا الأمانة، ضيعنا الأمانة والمسؤولية التي حملت على عاتقنا. والله المستعان. شبكات عنكبوتية يستغلون الأولاد استغلالا جنسيا. أيها الناس تفاقم الوضع، ألا فلتنتبهوا أيها الناس، تفاقم الوضع وتطاير الشرر. حافظوا على أولادكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على فلذات أكبادكم. حرام علينا يا عباد الله أن يضيع أولادنا. والله قصص كثيرة وأخبار والله المستعان يندى لها الجبين. قل هو من عند أنفسكم ولد صغير مع شاب كبير في منتصف الليل مخزن وهذا أمامه وهذا بجانبه. ما الذي يعمل به؟ ما الذي يعمل هذا الولد أمام هذا الشاب المدكي في ذلك الركن المظلم وفي ذلك المكان المشبوه؟ وما الذي يريه في جواله؟ ألا فلتنتبهوا ولتتقوا الله. أولاد صغار 12 الواحدة في منتصف الليل تراهم في الشوارع، تراهم في أماكن مظلمة، تراهم في تلك الأزقة. أيها الناس اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله أيها الناس. ألا فلتحمدوا الله على هذه المساجد السلفية وهذه المدارس النيرة التي بها كل خير وتدعو كل خير. ألا فليشكر أولئك الآباء الذين وجهوا أولادهم، الذين يحافظون على أولادهم ويأتون بهم إلى المساجد ويأتون بهم إلى حلق العلم. يأتي الوالد ولي أمره وولده بجانبه ومعه دفتره وقلمه يتعلم الخير. والد حريص، أب حريص يحب ولده. هذه هي المحبة الصحيحة، هذا هو الإرشاد القويم. هذا الأب هو الناجح، هذا الأب هو الفالح، هذا الأب هو الذي سيرفع رأسه أمام المجتمع بين أبناء حيه حين يرى ولده إماما يصلي بالناس، واعظا يوعظ الناس. يرى ولده في صلاة التراويح يرتاح إليه الناس، يرى ولده مؤدبا صاحب سمت وأخلاق فاضلة، يرى ولده صاحب بارا به، يرى ولده يشكره الناس، يصدر منه كل خير وكل أفعال فاضلة، يرى ولده بارا عاقلا فطنا كيسا طالبا متفقها في دين الله، محافظا على حقوقه وحقوق والده وحقوق أهله ومجتمعه، محبا للخير لنفسه ولغيره، يرتاح في الدنيا وعند لقاء الله يرفع رأسه ويبيض وجهه ولده في ذلك اليوم العظيم ويلبس تاج الوقار فيقول يا رب بما هذا كله الحسنات وهذا كله الخير؟ يقول بحفظ ولدكم